هلا، شلونكم؟ يا رب الجميع بخير. شلون صحتكم؟ ان شاء الله كلكم زينين. يعني اليوم الفيديو تنظيف وترتيبات هيجي بسيطة، وقلت حبيت يعني تشاركوني بيه. طبعا اول شغلة البارحة سويت فوم على مود اسد الفراغات بالمبردة بين المبردة والشباك، على مود يعني لا يطب حشرات وهاي السوالف، لان تدرون مدام هجم الحر راح تهجم الحشرات، وأنا كلش أضوج من الحشرات. فسديت الثقوب مال المبردة، وهنا أنا رتبت شوية، قعدت من الصبح طلعت الطيور هم خطية، قلتهم يعني شوي على برودة الجو، شوي غير الجو خطية بس محبوسة جوا، قلت أبلش أسمد النباتات. خليت بطل هذا كبير مال لبن، طبعا نظيف وغسلته، وخليت هيجي خليت بطرف الخاشوقة مال شاي، هاي خالتها يعني خاصة للتسميد على مود أسمد النباتات، ولازم تكون مو عطشان النباتات. فقولولي انتو شنو روتيناتكم ويا التسميد؟ شنو هو السماد اللي تشوفوه هيجي يعني يورد الزرع ويصير غير شكل، احجونا على تجاربكم حتى نفيد بعض، يعني المشتركين هم يسمعون واني هم اكيد استفاد. اليوم راح احكي وياكم موضوع مهم، اللي هو اني ليش فتحت قناة اليوتيوب. بصراحة اني فتحتها يعني حتى اشتغل يعني شغل بداخل البيت، ونفس الوقت اخلي بالي من الاطفال، لان ما اقدر اعوفهم، عمرهم صغير وماكو غير يرعاهم، واهلي يعني قريبين علي صح، بس ما يقدرون يتحملون مسؤولية الاطفال. فأنا فتحت القناة، قلت إنه عسى لعل إنه يا ربي إنه يكون مصدر رزق إلي. بس نفس الوقت يعني أنا لحد الآن ما مستفادة أي شي من القناة، وحققت الشروط اللي طلبها مني اليوتيوب، اللي هي 3000 العفو 4000 ساعة مشاهدة، ونفس الوقت 1000 مشترك. وطبعا المشتركين يعني مو مجرد رقم، المشتركين جديات أحسهم يعني صاروا جزء من حياتي. كلش أفرح من أقرأ تعليقاتكم الحلوة ودعواتكم الحلوة، خصوصا من تدعولي إنه الله يرزقني ببيت. أحلى دعوة، لأن أنا فعلا إنه بصراحة هذا الشيء أتمناه يعني، والله يرزقني ويرزق كل واحد ما عنده بيت يا ربي. أنا من النوع اللي أحب الطراز القديم، يعني أتمنى إنه الله إذا يرزقني بيت هاي اللي يكون الطمة مالتها شتايجر الملون، وحديقة هيجي كبيرة وبيها أشجار وورود وعصافير فكلش أحب هالشي، وهيجي ركن ماخذة من الحديقة حاطة بيه دجاجات وبطة وهيجي سوالف، فد عاجبني هالشي، بس مو بعيدة عند رب العالمين. ورغم كل شي يعني ألف الحمد لله والشكر على هاي الشقة، يعني حتى لو هي صغيرة فهي نعمة من رب العالمين، والحمد لله يعني ما أشوف إنه أنا الله يعني شي ما مطيني إياه، ألف الحمد لله والشكر. باعوا القناة يراد لها صبر وتحمل، ومرات هم أريدكم تعذروني من ما أنزل فيديو. أكيد يعني عندي أشغال وهاي، ترى التصوير يعني مو شي هين، يعني التصوير هم يراد له طولة بال وخلق ولقطات، يعني أختارها من روتيني مثلا. ورا ما أكمل تصوير يعني عدة لقطات لازم بعد هنا دا أريد أنظف الجامع، حتى عندي لاصق أريد ألصق على الجام بس مو كله. وهاي الجام العفو الوصلة كلش والله فادتني، بحيث لمعت لي إياه جام، يعني صار كلش حلو، مو جت أشتكي إنه أنا جام ما يتلمع، صار كله يعني بسبب الوصلة. المهم، فأني لحد الآن قلت لكم يعني مجرد إنه دا أشتغل، ومن أتأخر أكيد يعني عندي أشغال ثانية، ونفس الوقت
التصوير والمونتاج يعني هم راد له وقت. يلا يعني انزل لكم فيديو من اصور فيديو وراها امنتجه اشيل منه يعني شغلات، اضيف له شغلات، نفس الوقت اشيل الصوت، اخلي لكم صوت يعني اسجله مثلا واني قاعدة بمكان هادئ، لأن أنا قناتي ما أحب تكون بها هوسة. أنا يعني اللي أريد يشوف قناتي ما أريد يعني بالبيت هوسة وبالقناة هوسة، يعني أريد مكان يعني إنه واحد يرتاح نفسيا من يشوف القناة مالتي، يعني أحب يكون الجانب المريح بالنسبة له. نانا باع بنية سألتني قبل فترة على اللاصق مال جام، تقول منين تجيبوه هذا الحلو انه يطبب ضوء، يعني ما يشوه الجام ويدخل ضوء بس البرا ما يقدر يشوفك، وحلو سعره مناسب ونفس الوقت يعني شكله يعني حلو، مو يشوه الجام او يشوه المكان. انا عندي هاي الجام هم يعني يشرفون علينا الناس بذيك الجهة المحلات وغيرها. طبعا شوية سكتت دا على هاي الحمامة شقد حلو دا احكي واشرح لكم ودا اصور وجدي ما ادري يجوز من هاي الحمامات اللي تروح بالسطح اللي دائما نعطيهم اكل وماي، يعني الحمد لله سعادة حلوة الحمد لله والشكر. فقلت لكم عندنا بالشعبية سوق الشعبية، السوق اللي بحي العامل، يجيبون يعني عندنا تقريبا 4 محلات يبيعون هاي اللاصقات يعني ومفارش مال الميوزة وهاي السوالف، أمتار ويصير القماش وهاي. فإحنا عندنا محلات خاصة تبيع يعني هاي اللاصقات. فخارج حي العامل ما أعرف والله بصراحة وين يبيعون من عنده، لأن أكو بنية سألتني قالت لي عليك الله منين جبتي هذا. فإحنا هنا بحي العامل يعني أكو محلات خاصة بس تبيع هاي اللاصقات ومفارش مال الميوزة. فأكيد إذا أكو بنات يعني خارج حي العامل يا ريت تكتبون خطية يعني للبنات اللي يريد يشترون من هذا اللاصق وين متوفر. وردت يعني أثبت هاي الضاغطة مال الصابون السائل، لأنه الصابون هاي كل ساعة يا واقعة يا يعني ماي عايا الأطفال ذابيها بالماي، فاشتريت هاي وراح أثبتها بالحائط حتى أخلي بيها صابون سائل. وهنا طبعا الفتحة واسعة مال حائط، فخليت يعني الفيشر صار صغيروني والفتحة كبيرة، فخليت خشب داير مدار الفيشر حتى يعني يثبت، وثبتت مال صابون وهاي خليتها هنا يعني ما يعني بحيث من يوقع صابون يوقع المغسلة، يعني هم أجلف المكان بسرعة وهم يعني نغسل يدينا. وهاي هم خليت هنا على مود تكرمون الشطافة مال التواليت اللي زاقتها ما كان ذيك، كانت اكو وحدة هنا وانكسرت ووقعت، فخليت هاي مكانها أحسن ما تظل بالقاع، لأن أضوج يعني توقع بالقاع. طبعا كنت أحكيكم على القناة وسكتت، فقلت لكم يعني أنا يعني خلصت بكالوريوس محاسبة زين، يعني ما صار لي القدر أتعين، وتزوجت وصار عندي أطفال والحمد لله والشكر، بس ما قدرت بصراحة يعني أتعين. فهي هاي القناة يعني راد لها إن شاء الله صبر إن شاء الله لحد ما يعني تكبر وتصير غير شكل إن شاء الله ستر الله. وهنا شوية ظليت أباوع على السيارات وشوية أخذت لي صفنة عن الناس الرايحة والجاية. الحلو بالبالكون إن تشوفون الناس البرة وترتاح يعني نفسيتكم. هاي البارحة نظفت النباتات الأوراق مالتها وبدلت الماي مال عصا موسى. احكوا لي شوية معلومات على عصا موسى. عندي هذا الساق ذاك شوية عباك بلش يصفر وما مجدرة، ما أعرف ليش، بس هاي المنانة مجدرة على ايدكم اللي يسرى. قصيتها وشمعتها ورجعتها، هاي صار بيها صفرار من جوا. وللأسف هاي تراك العروس حرامات بلشت تذبل وقصقصتها يعني لاصق ونقلتها بهاي السندانة
وهسه تقولوا لنا غيرتي مكان السندانة؟ لا، هي أنا غيرتها لأن هي حسيتها ذبلانة، جذورها تعبانة ما متغطاية، فأريد أنقذها. نقذتها أول مرة ما نجحت، وهسه هاي ثاني مرة أنقذها. غيرتها يعني قصيت الزرع التعبان وخليتها بهاي السندانة ودخلتها جوا، يعني ما خليتها برا. يعني عبالك الجو من بلش يحتار هي حسيت هي ذبلت وماعت روحها وبلشت يعني تيبس وهيجي شي. أعتقد ما يعني ما أغلمها جو البالكون حرامات. وأنا كلش 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 حبيت هاي الزرعة ما تتصورون، خصوصا الورد اللي بداخلها. حسيت فرحة هيجي، كلش أحب الورد يعني، وكلش حبيتها. هي كلش نبتة حلوة، فمن هيجي حسيتها ذبلت كلش ضجت. النبات من نشتري عباك شلون يريد يجدد طاقتنا يعني نستمد منها طاقة إيجابية. فمن صار هيجي وياها كلش ضجت بصراحة. منت مزرعة أضوج يعني جديات ذاك اليوم، ولا ما أريد تضحكون علي. انكسرت هاي النبتة مال اللي قلتولي عليها سامة، اللي هي الدفن باخية. ما يعني انكسرت مالتها الأوراق يعني من الزرع المشكلة إن أنا أحس نفسي قاعدة أتعلق بالنباتات هواية. ما أدري ليش هيك صايرة يعني. هيك صار أحب النباتات بشكل يعني مو طبيعي. هذا الشي عادي لو شنو السالفة ما أعرف. أحس روحي متعطشة للنباتات وأتعلق بيهن، يعني تعلق يعني قوي، يعني أضوج عليهن ومن ألقى يعني ورقاية ميبسة أو فشي أضوج من كل عقلي. وين وصلنا؟ وين كنت أحكي وياكم على مود القناة. فقلت لكم يعني حاليا يعني بعدني دا أمشي بالطريق، والطريق يراد له صبر، يراد له بعد طولة بال. طريق يعني اللي يسوي قناة لا يتوقع يوم وليلة إنه حياته تصير وردية وكل شي راح يتوفر له. لا لا لا، اللي يقول لكم هذا الحكي كذب. زين، يراد له صبر، طولة بال. يعني لازم إنه تنطين هواية يلا تحصلين، يعني تنطين هواية يعني إنه جهد وتعب وسهر ومونتاج وكذا. لا تشوفوا شي هين يعني. فإن شاء الله يا رب إنه تكون هذا الشي يعني الطريق يعني خير إلي يا ربي. يعني إنه هذا آخر أمل بحياتي، أو مو بحياتي، إنه يعني هذا الأمل الوحيد اللي أقدر حاليا يعني أتكل عليه، ولو الاتكال على الله وحده. بس يعني ما أدري، أنا متفائلة، بس شوية طريق طويل طويل كلش. وقلت لكم يراد لها واحد يكون صبور ويتحمل وينطي وينطي وينطي. بعد ما أعرف رب العالمين شنو اللي كاتب لي بالمستقبل، ومع العلم كل اللي يجي من رب العالمين خير. أنا طفيت المنكة على مود أغسل البنكات كلش وسخة، وهالأيام شوية الهواء عالي، فماكو شي إذا مو تلقون بيه تراب، يعني بحيث البالكون أغسلها مرة مرتين ثلاثة قد ما تتوسخ. فماكو الأخشاب كلها تراب، البنكات هاي. أنا شوية نقعت الساحبة على مود يوقع التراب يعني الدهن. من تنقعوها يصير الجلف مالتها أسهل. سديت الحوض وشوية نقعتها يلا جلفتها، خليتها يعني تقريبا ربع ساعة. وهم مال المطبخ هم شلتها كلها تراب، وهم يعني كلهن غسلتهن، مال الغرفة والساحبة ومال المطبخ، فكلهن جلفتهن جلف. وشوفوا بسهولة يعني راح الدهن، بس شوية نقعوه بالماي وزاهي لو تايت. يمكن أنا هنا خليت تايت وقاصر. اي خليت تايت وقاصر، ما أدري. لا زاهي خليت، يعني بحيث هيك جلفة بسيطة يوقع كله. أنا يعني ما أخلي كلش فترة طويلة يعني تعبر عليها وأغسلها.
يعني فترات بسيطة مثلا كل أسبوعين. أنا هم رشيت داستي على الهيكل مالتها، لأن أنا ضوجة بقي هيجي يعني بيها دهن، لأنه من يتراكم الدهن اعتبروا إنه البنكة يعني أول شي تلم أوساخ وشكلها مو حلو، ثاني شي يعني تصير ثقيلة يعني بالحركة مالتها. فهاي بعد ما نظفت الريش وكملت، وبس دير بالكم لا ترشون على الملف، يعني هذا قبل لا ترشون عليه ماي. وهاي أول شي كهرباء، يعني حتى لو كانت مطفية متوصل كهرباء. والشي الثاني يعني تعطل. هاي بعد ما نظفتها شوفي غديتها ورد، فسويت حملة على البنكات اليوم. وهاي آخر شي البنكة مال المطبخ هم يعني خليته زاهي على الوصلة، جلفتها بالوصلة مال المطبخ. يعني ما بيها هواية بس تراب يعني مو دهن، فبالزاهي وصلة هيك شوية ونظفت، يعني ما احتاجت هواية. فبس حبيت يعني اليوم حكيت هذا الشي كله على مود قناتي وعلى مود حياتي هواية. هم حتى تعذرون يعني من أتأخر من أنزل فيديو، أدري بكم يعني قناتي دائما هي تعطيكم طاقة، بس المرة أنا أريد من عندكم أنتم تعطوني طاقة إيجابية وتحفزوني وهم تعذروني لأنه أدري إذا أتأخر عليكم، بس صدقوني يعني والله أتمنى أني أنزل بين يوم ويوم. وهاي بس قلت لكم مشاغل الحياة وبيت وجهال ومسؤولية ومن يعني من يصير لي مجال دا يعني أسوي كل جهدي وأنزل لكم فيديو يعني حلو، ونفس الوقت يعني هم بشغلات أحيانا مفيدة، يعني هم تغيرون جو، وهم يعني تقريبا يعني فيديوهات تحفيزية. هنا أنا شلت هاي الزرعاية طبعا، قصيت منها وجذرت بالماي. أريد هيك البيت كله ينترس الزرع، لا حد يقول لي هواية وأوفر وما أدري شنو. أنا أحب الزرع، قمت أنا من زمان أحب الزرع. إن شاء الله يعجبني كل مكان، يعني حتى خارج الشقة يعني يعجبني كل مكان أزرع. أنا كلش أحب الزرع. الزرع هو حياة المكان، هو روح المكان. زين، فالمكان اللي ما بيه زرع ما بيه روح. كنت قبل أشتري البلاب، أو مرة اشتريت البلاب ومرة جذرت وما نجح عندي. سبحان الله، يعني عبالك رب العالمين كان يقول لي لا تسوين زرع، لا تتعبين، مو مكانك، مو هذا المكان اللي تزرعين بيه. بس هسه حسيت انه رب العالمين يعني انطاني مجال انه ازرع، وانطاني مجال يعني اسوي سنادين وهاي السوالف. كل شي عبالك رب العالمين خال بيه اوان. حتى قناتي يعني احس انه حيجي وقت انه الله راح يعني يكافئني يجازيني، فأملي بيه كبير إن شاء الله إن شاء الله. يعني صح تجينا أوقات أتعب، وأوقات يعني أقول هاي هواية تعبت أني. مرات الإنسان ينهار، مرات الإنسان يعني شغفه يروح. بعد هنا خليت النبتة مال تراجي العروس، كلش حبيت هاي النبتة. يا ربي شوفوا هناك هاي جد النمر جوا إذا شوفوها هناك جذرتها. تراجي العروس حسيته شلون البلاب كلش حبيتها، حسيت يعني أخذت من قلبي هواية. وما أدري يوم عن يوم دا أتعلق يعني بأشكال النباتات الحلوة. كل شي يعني خلق رب العالمين حلو، كل شي سواه رب العالمين حلو. مرات لو تنتبهون على ألوان الحيوانات وألوان النباتات إيش قد حلوة، يعني رب العالمين ينسقها. يعني خصوصا لون الفستق مثلا، هذا أو العظم مثلا، لون الطاووس مثلا، ألوان الكيوي. والله شنو بعد مرة هيجي حبيت، يعني حبيت تناسق الألوان. ما أدري يمكن ما أعرف طائر هيجي هم يعني شفته على التواصل الاجتماعي كلش حبيته. فسبحان اللي خلق هاي الألوان وخلق تناسق الألوان، وماكو شي رب العالمين سواه ذا مو جميل. أي كان الإنسان، حيوان، نبات، حتى لو
إنسان مرات تلقوه مو ذا يعني حاشا خلق رب العالمين تلقوه مو ذاك الجمال، بس ينحاب اكو ناس يعني مو كلش جميلة، بس يا رب ايش قد تنحاب، ايش قد مودك تسولفين وياهم وتحطيهم بقلبك. انا ما اعتبر انه الله فشي خلقه مو حلو، كل اللي خلقه الله حلو كله. هاي الهيل هنا فرغته، هيل مطحون. فرب العالمين يعني أبدع كل شيء، حتى ماكو إنسان مو حلو، كذب هذا مو حلو وهاي فلانة هيجي شكلها وفلانة لا كنا حلوين، كنا خلق الله. يعني إذا تشوفون أحد يتنمر على أحد فهذا إنسان جاهل، لأن هو ما يعرف يخلق ربع اللي خلقه رب العالمين. فإحنا كنا الحمد لله يعني ما ناقصنا شكل، ما ناقصنا شيء، ألف الحمد لله والشكر. فلا تسمحون أحد يعني يتنمر، أحد يحكي على أحد من الناس المقربة اللي تحبوهم. التنمر يعني هو معناها أنه دا يتنمر مو على الإنسان، دا يتنمر على خلق رب العالمين، والله ما خلق شيء مو حلو أبد، مستحيل. زين. وارجع واقول لكم مرات ناس يعني تحكين وياهم السر بيهم بداخلهم، الجمال بداخلهم، تحبيهم تعشقيهم. مرات يعني شايفين مرات وحدة مثلا كلش حلوة وماخذة واحد يعني جماله عادي، يعني خلق رب العالمين، فيقولوا لها انت شلون اخذتي فلان، ليش هيجي وما ادري احلى منها. هاي مو هيجي مو اخذته، مو تدور حلو، هي تدور انسان طيب يحتويها يراعيها يخاف الله بيها، فما فكرة بالجمال، ما فكرة بالشكل. طبعا وصلت لنهاية الفيديو، طبعا حقول لكم باي باي، ان شاء الله اشوفكم بفيديو ثاني، وهاي احبكم، وان شاء الله نلتقي فيديو ثاني.